معظم النجوم الأطفال بيعدوا بمرحلة واحدة تقريبا بتكون نهايتها سقوطهم بلا عودة لما يخسروا نفسهم وسط الضغط الكبير عليهم، سواء من الشهرة والجمهور والصحافة أو الصناعة اللي بتستخدمهم لغاية ما تجيب آخرهم. لكن الجديد في حالة ميلي بوبي براون إنها أول مثال اللي كان بيحصل مع الممثلات مثلا في بداية الألفينات، بس بقى في عصر السوشيال ميديا والتنمر الإلكتروني اللي نقل الموضوع كله لمرحلة تانية، حتى وهي لسه عيلة صغيرة مش فاهمة حاجة، لكن بتلاقي نفسها فجأة وسط حملة كراهية وتنمر بلا سبب تقريبا هتلاحقها من يوم ما تظهر على الساحة من بعد النجاح الكبير لمسلسل سترينجر ثينجز، وهتتحول لتسليع وتعليقات بذيئة على اسمها وشكلها. ومش هيساعد في كده كمان أهلها اللي كانوا المفروض يحموها من كل ده، لكن قد يكونوا لعبوا بالعكس دور كبير فيه واستخدموها لمصلحتهم الخاصة وتحقيق مكاسب أكبر من وراها. إزاي بقى الكلام ده؟ وليه حاولوا يدمروا ميلي بوبي براون؟ ومين اللي قاد حملة القضاء عليها؟ وليه تنمروا على شكلها وسلعوها لخيالاتهم المريضة؟ وموقف أهلها في النهاية من كل ده؟ اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى نشوف مع بعض. ميلي بوبي براون دي حظها وحش من يوم ما اتولدت، وتحس كده ان كل طريقها عقبات بلا سبب وبيطلع لها خوازيق من حيث لا تحتسب، بدايه من ولادتها بمشاكل في الاذن الشمال خلتها مش بتسمع بيها كويس لغايه ما فقدت السمع فيها خالص مع التقدم في السن. No, I'm deaf in one ear, so like partially deaf. So basically, at a young age, I've always had bad ears and never really like hear anyone. ودي حاجة لوحدها أصلا كانت ممكن تقضي على مسيرتها قبل بدايتها، عشان كمان تطلع في عيلة فقيرة ظروفهم مش أحسن حاجة، كل شوية ينتقلوا من بلد للتانية بحثا عن أي فرصة ولا مصلحة يطلعوا بيها، عشان تتولد في أسبانيا ثم تعيش في بريطانيا وبعدين تنقل على أمريكا وترجع تاني بريطانيا عشان برضه تعزل من جديد على أمريكا في النهاية، واللي هو ما تعرفش يعني إيه حياة مستقرة أساسا. وفوق كل ده العيلة الفقيرة دي هتشوف فيها سبيل النجاة والأداة اللي هيهربوا بيها من الفقر. Because I really like to be transparent. I grew up with no money, like did not grow up with any money. So like we never owned a house, like so I have a bit like I have like a money like thing like where I get like I'm just like very conscious about money. So and my parents like love like they say it's important for me to keep that. It's just good to know like about money. And عشان كده من الصغر هيستثمروا فيها كل حاجة ويبقى عليها ضغوطات كبيرة جدا، لأنها ببساطة عائلة الأسرة المكونة من أبوها وأمها وإخواتها الثلاثة كمان. إزاي؟ بص يا سيدي، أهلها لاحظوا من زمان إنها ميالة للفن والعروض الموسيقية وبالذات الأفلام الغنائية وكده، فزي ما بيحصل مع لعيبة الكورة اللي طالعين من عائلات فقيرة كل التركيز بيتحول على الموهبة دي عشان نشجعه بأي طريقة يكمل في المجال، وبالتالي لما ينجح ويتغنى ياخدنا معاه وهيدخلوها المسرح في المدرسة ثم تاخد دروس في الرقص والتمثيل والغنى. وعشان كده كمان عيلتها هيسيبوا كل حاجة ويسافروا أمريكا عشان بس يبقوا قريبين من هوليوود، فتقدر تاخد أدوار مهمة وهم أصلا مش لاقيين ياكلوا ولا عارفين يصرفوا على عيالهم. لكن النجمة المستقبلية أهم طبعا، لدرجة إن الابنة الكبيرة هتسيبهم وترجع بلدها عشان الموضوع ما بقاش جايب همه ليها. وفي الوقت ده هتبدأ ميلي تاخد أدوار صغيرة في مسلسلات زي جريس اناتومي، NCIS او مودرن فاميلي، لغايه ما هم كمان يضطروا يرجعوا تاني بعد ما فلوسهم تخلص ومش هينفع يكملوا كده، وهيعيشوا في النهايه مع قريبتهم بسبب الظروف الصعبه وانهم مش عارفين يجيبوا بيت لنفسهم لان مسيرتها ما طلعتش زي ما كانوا مخططين، وانها برضه مش عارفه تصرف عليهم. وتخيل يعني مدى الضغط ده على عيله عندها 10 سنين. وبحلول النقطه دي كانت الطفله ميلي نفسها خلاص مش عايزه تمثل تاني والموضوع شبه انتهى بالنسبه ليها، لكن اهلها صمموا انها تكمل، وتقدر تقول شجعوها عشان تستمر، عشان يقولوا ليها كده بشكل مباشر حسب مقابله ليها في 2022: مفيش حاجه اسمها مش عايزه امثل ولا تسيب الشغلانه، طالما دخلت من الاول ما ينفعش تتراجع تاني. وده برضه خلي بالك طفله مش انسان بالغ مسؤول عن نفسها، يعني لا عاش الطفوله ولا زي باقي اخواتها مثلا او اي حاجه من دي، لكن لازم تشتغل باي طريقه. حلو. وهي بتحكي حتى بنفس المقابله دي عن اخر تجربه اداء ليها لما جابت اخرها خلاص، بتقول بالحرف كده ان هم قالوا لها اعملي بس التجربه دي وبعدين اطلعي العبي مع اصحابك عادي براحتك، ويعني واضح انها مش عايزه ده، وكل اللي بتفكر فيه انها تبقى مع اللي في سنها بتلعب وهم اللي بيضغطوا عليها. مش عارف بصراحه انتوا ايه رايكم في كده، عشان حتى هي نفسها تقريبا مش مدركه الكلام ده وبتقوله كانه حاجه عاديه، وحتى الان برضه بتدافع عن اهلها وانهم ناس كويسه وزي الفل مفيش اي مشاكل ولسه قريبين من بعض وكله تمام، وانهم بقى ضحوا عشانها بكل حاجه. فيمكن احنا اللي فاهمين غلط او مش واصلانا الصوره كامله، الله اعلم، مش عايزين نظلم حد. But it also just makes me so honored and proud to be my parents' daughter because they took care of me and they were just the most amazing present and loving parents, and so if I could be half the parent that they were, then I've won. المهم ان في اقل نقطه من حياتها دي ولما فقدت الامل ان اي حاجه تحصل هتكون التجربه الاخيره دي عشان مسلسل مغمور هتطلع فيه كل اللي عندها وتنهار من البكاء وتبص تلاقي نفسها على قمه العالم على طول لما ينزل اخيرا بعنوان سترينجر ثينجز في 2016 زي ما نقول كمان شويه. وقبل ما تفهم ايه اللي بيحصل هيكون ابوها بيحاول يطلع بمصلحه منها لما يلف على وكالات المواهب ووكلاء الممثلين عشان يطلب مبلغ ضخم تقريبا
$500,000 عشان بنته تختار الشغل معاهم مش أي حد من المنافسين، وده طبعا كان فضيحة وقتها اتزف عليها في كل مكان، وفسر تصرفه ده بإنه ما كانش فاهم الدنيا ماشية إزاي، وولاد الحلال هم اللي قالوا له يعمل كده وضحكوا عليه، وقال جملة أعتقد بتلخص كل حاجة: إحنا ضحينا كتير بالفلوس وكل حاجة عشان بنتنا، اللي هو يعني بقى عايزين المقابل، كل ده مش ببلاش، وكان ممكن أصلا يقضي على مسيرتها بالحركة دي ومحدش يبقى عايز يشتغل معاها تاني. بس الموضوع عدى وحياتها اتغيرت تماما من بداية المسلسل، من عدد متابعيها على الانستجرام مثلا اللي نط من 25 شخص اللي هم أصحابها ومعارفها وأهلها لتقريبا 4 مليون واحد، وخدت طبعا إشادة نقدية كبيرة قبل حتى الشعبية الجماهيرية، وترشحت أحسن ممثلة في جوائز نقابة الممثلين وجائزة الإيمي لأفضل ممثلة مساعدة، ولا الكاست كله فاز بأفضل أداء جماعي في مسلسل درامي، وكمان أحسن ممثلة في جوائز MTV، وكله على شخصية 11 اللي زي ما احنا عارفين طلع من تجارب سرية خلت عندها قدرات جسدية خارقة، لكن شبه مش بتتكلم ولا عندها أي مهارات اجتماعية حقيقية، لكن منغلقة على نفسها ومختلفة عن باقي اللي في سنها، ودي حاجة منافسة جدا لميلي نفسها اللي هي كمان عاشت تقريبا نفس الحياة بشكل ما بلا أصدقاء أو علاقات حقيقية مع الناس، لا حد فاهمها ولا هي فاهمة حد، بيتنمروا عليها في المدرسة زمان ومش مستقرة في أي مكان عشان تعمل أصدقاء ولا عارفة تعبر عن نفسها غير بالتمثيل، ولذلك كان عندها من العمق اللي تضيفه للشخصية عشان تسهل مهمة المنتجين في قبولها اللي شافوا ده فيها مباشرة، ولأي مدى هي قادرة بسن ال 11 سنة أكيد طبعا صدفة يعني ما علينا إنها تنقل ده بوشها من غير كلام، زي ما بقت علامة مسجلة للشخصية في المسلسل وحاجة ما كانتش مكتوبة أصلا. Once we filmed that first close-up of her, that's when we knew it was something special. What she does with her eyes, what she does with her face, what she does with a certain glance. I mean, all of Eleven's power stuff, which now like kind of famous, the hands, the turn of the neck. This was all designed by an 11-year-old girl. ثم تتحول لان هي تبقى مركز المسلسل كله والقصه بتدور حواليها هي بشكل ما، ومهما كان رايك في تمثيلها بعد كده او باقي اعمالها حتى، لكن في الموسم الاول كان احسن اداء قامت بيه في حياتها، وده خلاها تطلع بشكل مختلف نادرا ما بيظهر بيه الممثلين الاطفال، بدون مشاهد حواريه طويله بكلام كتير او اللي هو تبقى كيوت وخلاص عشان تقدم المطلوب باقل مجهود، لكن زي ما قلنا كانت زي اي ممثل كبير بتعبر بوجودها كله كانها شخص ناضج بالنسبه لسنه زي ما كانت قالت على نفسها، واللي كان عامل لها مشاكل في حياتها وخلى كاستنج دايركتور قبل كده تقول لها انت اكبر من سنك ومش هتنفعي في اي ادوار ولا هتمثلي، وده كان حقيقي فعلا لغايه ما 11 كان الحل في النهايه عشان بيتطلب توازن بين جانبين متناقضين فيها، بين الهشاشه العاطفيه من كل حاجه شافتها في حياتها والصلابه اللي بتخليها تكمل وما تقعش عشان تعرف تنجو في الحياه دي، واللي هو مش حاجه سهله بالذات لعيله صغيره زي دي، وده سبب نجاحها الكبير وتعلق الجمهور بيها دونا عن باقي الكاست كله، لكن ده في حد ذاته سلاح ذو حدين لانه هيخليها كمان اساس دعايه المسلسل، بالذات في وقت كانت نتفليكس لسه بتحاول تفرض نفسها على الساحه وتثبت انها المنصه الاكبر والاهم قبل ما اي منافسين يطلعوا معاها، وفي مرحله التجربه كمان لدعايه الخوارزميات اللي هيكون سترينجر ثينجز بدايه نجاحها، وادركوا سريعا ان ميلي بوبي براون هي اقوى اداه تسويقيه للعمل كله، فهتبص تلاقي البوسترات والاعلانات وبوستات السوشيال ميديا او المواد الدعائيه كلها غالبا كانت مركزه على 11 وقدراتها، وميمز بقى عن شكلها وقصه شعرها او الوافلز اللي كانت بتاكلها، مع عدد لا محدود من المقابلات والمناسبات والحفلات وخلافه، على راسها البنت اللطيفه الكيوت دي اللي دمها خفيف والناس بتحبها. I never really watched season 1. I didn't really have time. The second it came out, you know, we just went on press tours and interviews, and now we're able to kind of relish in it more and really enjoy the show. وده هيخليها كمان معتمده في انتشارها مش بس على المحتوى او المسلسل نفسه، لكن كمان التواجد على السوشيال ميديا والتواصل المباشر مع الجمهور اللي بطبعه بيحس بالارتباط اكتر مع الشخصيات العامه اللي بيحس انهم قريبين منه، زي المؤثرين او الشخصيات اللي بتطلع على النت دي عشان بيقدر يتابع تطورهم واحده واحده، وكل ده جميل وزي الفل طبعا لغايه ما يبقاش كده والموضوع يقلب على دماغ ميلي نفسها. ليه بقى ده حصل؟ القلق كله بدا في 2018 لما اضطرت ميلي صاحبه ال 14 سنه انها تقفل اكونت تويتر بتاعها وتبعد عن السوشيال ميديا خالص بعد حمله ضخمه من التنمر والتريقه عليها بلا سبب تقريبا، غير ان شخص مختل في مكان ما شاف ان دي فكره كويسه ان هو يحولها لميمز مسيئه بصورتها تحمل هاشتاج اسمه تيك داون ميلي بوبي براون او اسقطوا ميلي بوبي براون، مع تريقه وسخريه من كل حاجه ليها علاقه بيها، وكما يحدث في عصر السوشيال ميديا المواضيع اللي زي دي بتنتشر بسرعه وبتخرج عن السيطره خلال ساعات، لما فيديو يفيرال مثلا ولا حاجه وتلاقي اللي ليه واللي مالوش بيتكلموا كله بيعلق ويتكلم ويزود انتشار الهاشتاج والترند، خصوصا مع حد مشهور زي كده، عشان كمان الموضوع ما يوقفش عند البوستات بس، لكن الكومنتات والرسائل الخاصه مش هتفلت من الهجوم ده، والاكونت بتاعها هيتملى كلام من النوع ده كله، والاغلبيه طبعا واخدين الموضوع اصلا بهزار ومش فارق معاهم البنت اللي في وسط الترند ده او تاثير اللي بيحصل معاها يعني ما تروح في داهيه. But it becomes so hateful and it becomes so violent and aggressive, and nobody needs that. No young person needs that in their life, especially on their phone that they can just take anywhere they want. So I don't know. I love social media. I love my fans and I love posting funny things, but until it changes a little,
that's when I'll appreciate it. ثم فجأة هيتحول النت كله لما يشبه كده محكمة ليها على كل تصرف أو موقف تقوم بيه، زي إنها بتتكلم كتير في المقابلات ودي عايزة تاخد اللقطة من باقي الكاست. بص شوف بتقاطع أي حد يتكلم إزاي، ولا كأنها مثلا عيلة صغيرة بتتصرف عادي بعفوية، وأكيد مش فارق معاها كل ده. ممكن تقول إن دي طبيعتها في العادي عشان متحمسة وعايزة تتكلم مثلا، لغاية ما بقت تخاف تتكلم تاني أو تقول أي حاجة في أي مناسبة، وهتلاقيها قاعدة ساكتة كده في جنب، بعكس الأول بمراحل. You know what annoys me? When I was little, I went on a press tour and I have 4 incredible boys that I work with. Yeah. And we would do press tours together and sit there and on talk shows. And I would get really excited because I have so much to say. And then I would be like, oh God, and I would talk over them. And they would also talk over me. But it was kind of like we were 12. Yeah. And I got absolutely so heavily bullied by the media for doing it. And I never spoke again in interviews because I just didn't want to even acknowledge the fact that I was even in the interview. So I would just sit there deer in the headlights because I felt like I couldn't speak. خصوصا لما تقول كمان إنها تعرف المغني الشهير دريك ويتكلموا مع بعض وعلى تواصل وهكذا، وإزاي ده بقى يحصل وهو راجل كبير وهي عيلة وفي إيه بينهم، والبنت دي مش مظبوطة ولا إيه، وحوارات هي ملهاش دعوة بيها أصلا، ومحدش بيحمل البالغين المسؤولية فعلا فيها سواء دريك أو أهلها اللي سايبين ده يحصل. ولو كان ده مش كفاية فكمان مش هتسلم من أزمة كل النجوم البنات اللي بيلاقوا نفسهم بلا مقدمات بيتعاملوا على إنهم بالغين والناس شايفينهم دومة جنسية مش عيال صغيرة، عشان تنزل عليها شلالات من التعليقات الجدية في كل مكان بغض النظر عن سنها، وكلام كله وساخة وقرف هيتوازى كمان مع مطاردة الباباراتسي ليها ومحاولة لقط صور غير مناسبة ليها، زي ما كانت مثلا بتغير هدومها قبل جلسة تصوير أزياء. حتى الجمهور مش هيسيبها في الواقع. وفي 2020 لما واحدة كانت عايزة تتصور معاها في الشارع رغم إن ميلي رفضت وقالت إنها حاليا في حياتها الخاصة مع أمها، وطلبت إن البنت دي تسيبها في حالها، لقيتها بتتخانق معاها وتشتمها وأنت عايشة تدوري علينا يا بنت مش عارف إيه، وقعدت برضه تصور فيها بالعافية. And a girl came up to me and asked if I was whoever, and I said, you know, yes. And she said, can I take a video of you? I said, no. And I said, I'm a human being. Like, what more can I ask from you? I asked her, and she said, so I can't take a video of a human being? And I said, no, not when I said no. It just makes me upset when people try and push the boundary. And I just wish people were more respectful. Still trying to navigate this all, and it's still overwhelming. I will take a picture with you, but when you push the boundary and you try and fight me on it, where are my rights to say no? وفي وسط كل ده هيطلع تيك توكر معفن كده من العدم كانت على علاقة معاه وانفصلت عنه عشان كان شخص مش تمام، هيطلع هو كمان يشتم فيها ويكشف تفاصيل عن علاقتهم ويتكلم عليها بطريقة مش كويسة وازاي عمل فيها وخلاها تعمل مش عارف ايه، مع العلم ان وقتها كان عنده 20 سنة وهي 16، واللي هو المفروض اصلا يتسجن على الكلام اللي بيقوله ده، وازاي كان معاها في الوقت ده اساسا. طب واهلها كانوا فين من كل ده؟ كانوا طبعا عارفين، واحيانا بيقعد معاهم في البيت وعايش جنبهم وهم ولا في دماغهم كل ده. وفي ناس قالت مش متأكدين بصراحة من الكلام ده انهم خايفين يزعلوا البنت او يرفضوا ليها اي طلب عشان دي الدجاجة اللي بتبيض دهب، فبيسيبوها تعمل اللي هي عايزاه مهما كان، وكله بيضرب في وشها هي في النهاية عشان تاني تتحول لنكتة، وفيديو الواد الصايع ده يبقى ترند هو كمان، والناس تزيط على ميلي وعلاقتهم وينزلوا عليها بالتنمر والسخرية من جديد. ده غير طبعا الإهانة اللي طبيعي تحس بيها بعد انتشار حاجة خاصة زي دي، مع صور كانت بينهم هما الاثنين وهو طالع ينتقم منها بعد ما بعدت عنه، خلال كمان تصوير الموسم الرابع من المسلسل، ومحدش حاسس بيها ولا عارف هي بتمر بايه وقتها. بس كل ده كان مجرد نفحة من اللي جاي، بالذات لما تقرب من ال 18 سنة واللحظة اللي كل المنحرفين قاعدين ينتظروها عشان يبقى الموضوع بقى قانوني ومحدش ليه حاجة عندنا، ويقدروا يسلعوها ويفبركوا صور ليها بمزاجهم ولا يتكلموا عليها وجسمها زي ما يحبوا، لدرجة ان هم يعملوا زي عد تنازلي كده لغاية ما عيد ميلادها يجي، زي ما حصل قبل كده برضه مع ناتالي بورتمان وإيما واتسون ولينزي لوهان واي بنت بتتشهر في المجال ده وهي صغيرة، والاشكال الضالة اللي زي دول ما بيصدقوا. بس الفرق هنا بقى ان اللي حصل مع ميلي ما كانش في مجلات او راديو مثلا ولا مجموعات مدفونة في جنب، لكن النت خلى كل ده ممكن بمنتهى السهولة ولكل الناس في كل مكان، حتى هي نفسها طالما موجودة على السوشيال ميديا معاهم. وشوف مثلا الصب دي في ريدت بتقول كده بشكل واضح، وهيعملوا ايه اول ما توصل السن، وده برضه علني وكل الناس شايفاه وعارفاه، وتأثير ده عليها يعني مش محتاجين نقوله، كفاية اي شخص في العادي اصلا بيدخل على سن زي ده في مرحلة زي دي من الحياة ولسه بتحاول تلاقي نفسها، والناس من حواليها بتتعامل معاها ازاي، عشان من جديد تقاطع التواصل الاجتماعي خالص بقى المرة دي وتسيب حد تبعها يتعامل مع الاكونتات بتاعتها، في حين هي راحت تتعالج وتحاول تشوف حل لكل اللي بتعاني منه من يوم ما شافها العالم. Definitely seeing a difference between the way people act and the way the press and social media have reacted to me becoming of age. In my opinion, I believe that shouldn't change anything. It's gross and it's true. The Stranger Things star is reflecting in a new interview with Allure, revealing that she doesn't have social media apps on her phone and that online bullying caused her to seek therapy.
The actress gained worldwide fame when she was cast in Stranger Things at the age of 10. Millie, now 18, says it's really hard to be hated on when you don't know who you are yet. The star says she would still get hate after trying to be different versions of herself, adding, "You just start shutting down because you're like, who am I meant to be? Who do they need me to be for them?" جميل. طب خلاص بقى كبرنا وبقينا ناس عاقلين وراحت تعيش حياتها مع نفسها ومستمرة في نجاحها سواء من المسلسل أو سلسلة إنولا هولمز. إيه يعني اللي ممكن يحصل ويفسد كل ده؟ بالظبط إنها بدأت تكبر، بس مش زي أي حد في بيته وسط أهله، لكن قدام الناس كلها وتحت المجهر. مع كل تغير في شكلها أو جسمها الناس بتعلق عليه ومحدش بيحميها منهم ولا في أي رعاية حقيقية لأي واحدة زيها. فليه ده بيحصل بالظبط؟ الأزمة بتبدأ من عند رؤية الناس للممثلين بشكل عام وطريقة تعاملهم مع الشخصيات المفضلة ليهم بالذات في التلفزيون، لدرجة إن في ناس كتيرة جدا مفيش عندهم أدنى مشكلة إن مسلسل يستمر 5-6 مواسم ولا حاجة بعد فترة عمره الطبيعية، واللي بيفقد بعدها جودته بشكل واضح، بس لأنهم مش مستعدين يبعدوا عن الشخصيات اللي بيحبوها أو يتخلوا عن أصدقائهم التخيليين دول لأنهم بيشوفوهم بشكل معين مش عايزينه يتغير. وده ممكن يفسر ليه أغلب أبطال المسلسلات الكبيرة مش بينجحوا في أي أدوار تانية مهما عملوا، وغالبا مسيرتهم بتقف عند الدور الجامد ده لأن الجمهور مرتبط جدا بيه مش عايزه في غيره. وفي حالة ميلي بوبي براون وشخصية 11 فالمشكلة مش بس في كده، لكن إن الجمهور عرفها وحبها وارتبط بيها وهي صغيرة، وزي ما قلنا هي والشخصية طبعوا على بعض للمرحلة اللي بقت فيها هي 11 في الواقع مع كل نجاح لموسم جديد على الأقل. وبينما من المفترض إن 11 في الأحداث مش بتكبر أو يعني مفيش فرق كبير في الزمن من كل موسم، فالمفروض تطلع بنفس الشكل اللي هو نظريا على الأقل ما كانش ليه علاقة بأنوثتها قوي أو إنها بنت أصلا، لكن هيئتها تعتبر بشكل كبير زي ما بيقولوا محايدة وتمشي الاثنين، والجمهور متوقع أو منتظر إنها تفضل كده على طول زي ما بيحصل بالمكياج واللبس مع الممثلين الكبار اللي مش مطلوب منهم غير يحافظوا على جسمهم ورشاقتهم مثلا، وهنقدر نطلعهم بنفس الهيئة ل10 سنين متواصلة مش مشكلة. إلا إن ميلي في الواقع مش كده ومش ثابتة في الزمن هي كمان، لأنها إنسان بيمر بمرحلة المراهقة والنضوج، وبديهي إنها هتكبر وشكلها يتغير وما تبقاش هي نفسها النطفة اللي كانت في البداية، بل بدأت تقدم نفسها كشابة مش عيلة. وبسبب الوقت الطويل جدا بين المواسم اللي بقى يحصل كتير في المسلسلات الحديثة كلها لأسباب أحيانا مش مفهومة، بقى في فرق واضح بين أبطال المسلسل وبين الشخصيات اللي إحنا عرفناهم بيها، لكن برضه المسلسل بيتعامل عادي كأن مفيش حاجة، والمفروض نقتنع إن هم نفس الناس بعد أسبوعين من الموسم اللي فات ولا حاجة. وفي حين إن ميلي هي وجه العمل الأهم وكل التركيز عليها سواء من الشهرة أو الشعبية، فالناس مسكت فيها هي دونا عن الباقيين، ففجأة تحول الكلام على إنها كبرت بسرعة كده ليه؟ دي شكلها ولا 40 سنة، دي شبه هم 5 عيال ومش عارف إيه، وشوف وشها شكله عامل إزاي، دي لعبت فيه بعمليات تجميل ولا إيه؟ I know that obviously people say that I look a lot older, like, you know, that's like a thing that I get a lot, is like, oh my God, she looks like 40. And I'm like, well, yeah, you did meet me when I was 10, so I'd understand. Now I'm 21. It's been 10 years. She grows. My face like grew, you know, I don't know what do you want me to do about that? ولا ان الناحية التانية انها بتحاول تكبر بالعافية وتلبس وتتصرف اكبر من سنها، بالذات مع تنوع مسيرتها والافلام اللي بدأت تنزل بيها، وتحضر معاها جلسات تصوير ومهرجانات وجوائز، ولا تدخل مجال الموضة ومجلات الازياء بفساتين مختلفة ومكياج اتقل من المعتادين عليه، واللي هو حرفيا بالظبط اللي تقريبا كل ممثل بيعمله لما ينتقل من نجم طفل لممثل بالغ، بانهم يتبنوا صورة عامة اكتر نضجا بتعكس التحول ده، وانهم خلاص تخطوا مرحلة زمان وعايشة زي ما جيلها عايش هناك، مش لازم يكون باللي في بالك بس، لكن في العادي زي باقي الممثلين في المناسبات اللي شبه دي مثلا. لكن الميمز والبوستات وحتى النقالات كمان اللي من ناس ومواقع المفروض انها محترمة وكبيرة دخلوا هم كمان على الخط، وبدأت الزيطة بغض النظر عن هل فعلا عملت حاجة في وشها ولا لا، والله اعلم. وعلى اي حال مش هتفرق صحة او خطأ الكلام ده، المهم عندهم يلحقوا الترند باي شكل، حتى لو كان الكلام بيتقال الاول على انه هزار او افوره زي 90% من البوستات اللي بتعدي عليك كل يوم، لكن كل واحد لازم يعلي على اللي قبله، مش كله هينقل ويقول نفس الكلام، عشان هوب تلاقي الموضوع وصل لمرحلة عبثية ما بقاش حد فاهم فيها ايه اللي بيحصل بالظبط، ولا الحقيقة من الإشاعة من الرأي الشخصي، والنكتة تتحول إلى إساءة، وده اللي بينتشر أسرع والمنصات بتساعد على وصوله لأكبر عدد من الناس، لأنه بيزود التفاعل والحضور من الجمهور، وفي النهاية هتضطر إنها تطلع بنفسها تعلق على اللي بيحصل وتذكر أسامي الصحفيين اللي اتكلموا عليها واحد واحد، وترفض كل الكلام اللي اتقال عليها، وانتوا مش قادرين تستوعبوا إن أي واحدة بتكبر عادي لازم أبقى على مزاجكم ومش عارف إيه، وحاجة يعني مؤسفة إن شابة زي دي مضطرة تدافع عن نفسها طول حياتها كده ومحدش عايز يسيبها في حالها. I grew up in front of the world, and for some reason people can't seem to grow up with me. Instead, they act like I'm supposed to stay frozen in time, like I should still look the way I did on Stranger Things season 1. And because I don't, I'm now a target. I want to talk about some of the articles that have recently released while I'm on my press tour, and some of the writers who are so desperate to tear young women down, amplifying an insult rather than questioning why a grown man is mocking a young woman's appearance. This isn't journalism. This is bullying.
The fact that adult writers are spending their time dissecting my face, my body, my choices is disturbing. المهم إنها بتحاول ما تكونش بس الأخبار اللي بتتكتب عنها أو الانتقادات اللي بتطلع عليها كل فترة، لكن مستمرة في حياتها ومسيرتها اللي للأمانة يعني مش دايما موفقة في اختياراتها خلال شراكتها الطويلة مع نتفليكس. وكمان بتدرس أونلاين في جامعة بوردو، وكتبت سيناريوهين مع أختها، وألفت كتاب بالتعاون مع كاتبة مشهورة، وعندها براند شغال في كل حاجة ليها علاقة بالكريمات والسكين كير، وفي نفس الوقت مكملة كسفيرة نوايا حسنة مع اليونيسيف، وعايشة في مزرعة بتنقذ فيها الحيوانات حتى زواجها في 2024 وتبنيها طفل كمان بعد كده. واللي ده كمان مش هيسلم من تعليقات الناس والانتقادات، وازاي تتجوز صغيره كده بس برضه طز فيهم كلهم وخلاص، مش مهم كلامهم ولا رايهم في حياتها، وهتعيش بس عشان نفسها، او يعني على الاقل هتحاول، وهنشوف الايام الجايه هتودي على فين ولا ايه اللي هيحصل معاها بعد كده. وبس يا سيدي. It used to get to me. It did. I grew up feeling really it got to me, and I remember trying to change myself to please the masses. And actually now I'm in a place where like my accent does change. My face does grow. Like I do wear a lot of makeup. Like it's just the kind of person I am. I like that. Like it's fun for me. And like, you're not going to tell me how to be a girl. Like you're not going to tell me how to be a woman. Like that is not the world I live in. It could be the world you live in. It's just not the world I've built for myself. So I think I think that's what people don't know about me in terms of like what they say, and the outside noise really doesn't faze me.